بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل فطيره كده بتاعت المستعجلين، من غير عجن ولا خبز ولا فرد ولا حاجه ابدا. لفه جلاش هتعمليها، ويلا بينا على المقادير. معانا لفه جلاش نص كيلو، نص لحمه مفرومه، كوبايه لبن، زبده، زبادي، زيتون، بيضايه، فلفل، وبصل متقطع، وجبنه موتزاريلا. معايا طاسة هنا سخنة على النار، بنزل فيها بحبة الزبدة، حتة صغيرة، انزل بالبصل. انا هنا هعصج اللحمة، هديله تشويحة كده خفيفة بسيطة. انا هنا مش بحمره، انا بشوحه. وانزل باللحمة، اقلبها كويس مع البصل بالشكل دوت. ايدك فيها بقى في التقليب لحد ما البصل واللحمة يختلطوا مع بعض، اهو كده بالشكل دوت. واول ما لونها يتغير هنزل بحبة الملح. ظبطي بقى الملح بتاعك، وحبة فلفل اسود. وانا للحمه المفرومه المتعصجه ما بحبش احط لها اكتر من ملح وفلفل اسود. حابه تحطي قرفه حطي، حابه تحطي حبهان ولوري براحتك، بس بيغير من طعم اللحمه المتعصجه بالزيت. اهو بالشكل دوت. هسيبها شويه وعبال ما نحضر للفطيره بتاعتنا. اهو هلفها كده رول، وابتدي اقطع فيها بالشكل اللي انتوا شايفينه، اهو كده بالشكل دهوت. نقطع الكميه كلها، قطعيها زي ما انتي شايفه كده. بقطعها ازاي؟ وابتدي بقى فرفريه من كله من بعضه كده. هنا اهو كانت اللحمة بتاعتنا استوت، مفيش أي سوائل نازلة اهي. فرفرته كده كله من بعضه، فككيه كله. حبة زيت في الصينية عشان الجلاش اللي معانا ده ما يلزقش. هناخد نص الكمية هنفردها في أرضية الصينية، ساوي كده. وسويها بإيدك كده، نص الكمية بالشكل دوت. وهنوزع اللحمة بتاعتنا. حاولي ان اللحمة ما تجيش على الحروف. ساوي الخليط اللي معاكي، هقول لكم بلاش الحروف. وزعيها بالشكل دهوت كده، ونحط النص التاني من الجلاش. اه بصي بساوي وببطط بايدي كده بالراحة، اهوت كده بايدي بسويها بالشكل دوت كده كلها. هبتدي اعمل خلطة بقى، هنزلها تشريبة للجلاش. بيضاية،
حبة فلفل اسود واربها كويس. بالشكل دوت. انزل بالزبدة حوالي 4 معالق كده كبار. معلقتين زبادي. الزبادي دي بتديها طراوة وطعم تحفة، بتخليها طرية وجميلة. اقلبها كويس مع البضاية كده. كوباية اللبن ونربهم كلهم في بعض كويس لحد ما كله يتجانس مع بعضه، واشرب بيه بقى الصينية ديت. الاول من على الحروف كده بالراحة، وبعد كده في النص. شربيها كده كويس. ايوه هزيها كده عشان الخليط يوصل لتحت. هنحط من على الوش جبنة موتزاريلا. الخطوة دي حابة تعمليها اعمليها، مش حابة ما تعمليهاش، بس هو بيديكي طعم كده حلو وشكل زي الفطير كأنك جايباه من بره. وزعنا الجبنة الموتزاريلا وهنوزع فوق الوش فلفل. ده فلفل رومي على فلفل حراق. وزعناه كده وزيتون. وزعناها كده بالشكل دوت. واحطها في الفرن على الرف الأوسط على درجة حرارة 200. هنا هعمل لفة تانية بقى بصراحة. لقيت عندي لفة تانية عملتها بالبسطرمة. معايا برضو صينية. قطعت برضو جلاش وجبت صينية اهو. وزعت نص الجلاش في الصينية. ووزع البسطرمة. نفس الخطوات هي مع اختلاف الحشوة. وجبنة تركي. وزعتهم. هحط بقى النص التاني بالشكل دوت، وبرضو بضغط عليه بإيدي كده. كده. وبرضو هعمل له خلطة تشريبة للجلاش. بضاية وفلفل اسود. واقلبها كويس. احط زبدة. كوباية اللبن. تنفع باللبن، بس انا هنا ما حطيتش زبادي على فكرة، بس برضه هتطلع جميلة ومتماسكة وحلوة وطرية. شربناها كده. وزع جبنة موتزاريلا برضو. وفلفل. وزعته كويس. والزيتون. هي كلها بقت بالشكل دوت كده. وادخلها برضو في الرف الأوسط.
هنا هي كانت طلعت، بصوا شكلها، والله ما هتفرقيها عن الفطير اللي انت جايباه من عند الراجل بره. بصوا من تحت، اخده اللون ومقرمشه وطريه من جوه، تحفه. تنفع بالفراخ وتنفع بالجمبري وتنفع بالتونه، اي حشوه هتحبيها حطيها. مش جلاش، ده فطير بالظبط، كأنك عجناه وخبزاه وكل حاجه. جربوه مش هتندموا ابدا. بقطعه اهوت بالقطاعه. حطي اللايك بقى واشتركي في القناه. معلش هي سخنه على ايدي كده، بحاول اسلكها واحده واحده. بصوا شكلها، طريه جدا ومقرمشه من بره، تحفه. بوريكي طريقه ازاي. بصي، ومن جوه الحشو اهو مليان، ومن تحت اخده اللون اهو الذهبي، مقرمشه. من فوق الجبنه مطرياها بالتشريبه اللي احنا عملناها. ما تفرقهوش حاجه خالص عن الفطير اللي انت جايباه من عند بتاع الفطير. ودي اهي ام بسطرمه، سلكي كده من الصينيه واحده واحده، هتطلع معاكي. هي ولا لازقه ولا حاجه ابدا. برضه هنقطعها. بصوا وانا بقطعها خدوا بالكم طريه ازاي، طريه وجميله. جربوها على الطريقه دي هتعتمدوها على طول. جربوها وقولوا لي ايه رايكم فيها. بوريها لكم برضه من جوه، معلش هي سخنه برضه وطريه، وطعمها تحفه. اهو شكلها وطعمها بقى ما اقولكوش، جربوا بنفسكم. دي بالبسطرمه والمدوره باللحمه، وبألف هنا وشفا على قلبكم. وده الشكل النهائي للأكل بتاعنا، يا رب يكون عجبكم. ولو عجبتكم الوصفة بتاعتي يا ريت تجربوها. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة، تحطوا اللايك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد في أسرار الطبخ مع أم ربيع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.